السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا كاملكم بخير ان شاء الله. اليوم غادي نتقاسم معكم سلطه كتجي رائعه في المنظر ديالها وحتى في المذاق. خلطي كلشي دقه وحده وحصلي على سلطه اللي كتجي منعشه في هذا رمضان هذا، حين ضروري خاصنا سلطه في رمضان كتجي رائعه تحمر لك وجهك مع الضياف شكلا ومذاقا. فندوزو مباشره باش نكتشفوا المقادير ديال السلطه ديالنا ديال اليوم. كنحتاجو لي باط، هاد لي باترولي هادي الكميه اللي بغيتو كتسلقوها مع شويه الملح والزيت. عندي بطاطا غير كبيره تكون مقطعه مسلوقه، عندي خيزو كبيره محكوكه، وعندي كذلك الخيار مقطع لهاد القطع هادو. كذلك تنزيد عليها حتى واحد الاضافه اخرى، هاد انا ما درتهاش ولكن تقدروا ديروها حتى هي كتجي زوينه. تسلقوا جوج بيضات وتحكوهم ثم تضيفوهم. عندي زيتون مقطع خضر، تقدروا ديروا حتى الكحل حتى هو، لكن انا ما كانش متوفر عندي ما درتوش. كديروا حتى المايز، كان اللي كندير فيها حتى المايز انا كنشارك معكم. الامور اللي خاصكم تزيدوا تضيفوها، يعني غير ما كتكونش عندي بعض المرات الحاجه متوفره دونك صافي ما كنديرهاش. غديروا الذره يعني المايز، طون بطبيعه الحال. كيجي حتى هو زوين. تقدروا ديروا حتى داك الكورنيشون حتى هو كيجي زوين، كيجي ملح وكيعطي ديك الحموضه في السلطه كيجي رائع بزاف كيف كتشوفوا معايا. تقدروا انه تزيدوا حتى لافوكا بطبيعه الحال تقطعوها وديروها معها حتى هي كتجي لذيذه وزوينه بزاف بهذا الشكل. صافي هنا غادي نزيد معاهم هاد اللحم مدخن. عندي هذا ديال الجبن والزعتر، وعندي هذا حتى هو داخل فيه هكا الفرماج من الوسط كيجي الديكور ديالو زوين. غادي نفرتت منهم وغادي نديرهم مع السلطه في الوسط. ودرت شويه ديال الربيع مطحون بطبيعه الحال، ضروري نديرو الربيع. صافي هنا غادي نحاول نقطعها هذه على شكل طولي كيف تشوفوا معايا، راني كنصور غير بيد وحده دونك فكنحاول نصور وكنقطع. المهم تقطعوا على الشكل هذا رولي بحال هكا، عفوا الطول بهذا الشكل. بغيت نحطو باش يبقى خاص يبقى بارز في السلطه. هنا عندي كيف تشوفوا معايا شديت الخس قطعته هاد القطع هكا بهذا الشكل، ضروري تقطعوه بحال هكا. وغادي نخلط هادشي مزيان. غادي نزيد عليهم شويه الملحه شويه البزار، عاد غادي ندير المايونيز. انا عندي المايونيز جاهز، اللي بغيتو ديروا ديال البيت غيكون احسن. صافي غادي نخلط مزيان هاد السلطه بهذا الشكل هذا، راه كتجي منعشه كتجي لذيذه بزاف صراحه. كنفضلها انا على الشرده ديال يا ربي سلطه ديال الجرده. كنفضل هذه عليها، كتجي منعشه وكتجي لذيذه وكتكال كامل، يعني حتى حاجه ما كتبقى ماشي بحال ديك السلطه ديال الجرده كتبقى كتعزل الخضره دونك تقدر انه تشات لك شي حاجه من الخضره. هنا ملي كتخلط كلشي تجي لذيذه صافي كلشي تيتكال ما كتبقاش حاجه ما تضيع. صافي هانتوما كيف كتشوفوا معايا صافي. وغادي نكبها في الطبسيل وغادي ديك الساعه غنزين بالشكل اللي بغيتو. التزيين كيبقى اختياري، فزينت انا بهذا اللحم المدخل ديال جبن الزعتر والاخر اللي فيه الموتزاريلا من الوسط. صافي تشوفوا معايا. وغادي نزيد كذلك في الجوانب غادي نزين بالمونغ. فالمونغ تا هو كيعطي مذاق زوين في السلطات، تا هو تبقاو تضيفوه. كنتمنى انه السلطه تكون عجبتكم وجربوها ان شاء الله. وغادي نقول لكم بسلامه حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله.